يا مساء الفل، وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي قوي وسهل وسريع. بنجوع كتير قوي قوي بالليل، وبنبقى عايزين ناكل حاجه سريعه وسهله وطعمها حلو. هنعمل مع بعض النهارده باذن الله سندوتشات البطاطس اللي بنشتريها من بره، بتبقى غاليه جدا جدا جدا. هنعملها في البيت احلى وانضف واكتر من بره. شايفين شكلها عامل ازاي؟ وكمان هنعمل العيش في البيت. العيش برضو بنشتريه من بره غالي جدا لو احنا عايزين نشتريه عشان نحط فيه سندوتشات، سواء بطاطس سوري او شاورما. بجد يا جماعة اعملوه في البيت، طعمه خطير. يلا بينا نبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. بسم الله، هنبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة انا معايا كوباية ونص من الدقيق متعدد الاستخدامات، ولازم انخل الدقيق كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة كبيرة من السكر، عليهم ربع معلقة من الملح. وبعدين بقى هقلب المواد الجافة دي كويس جدا جدا مع بعضها، وبعدين هاجي العجينة دي بمية فترة من الحنفية. مية فترة هضيفها شوية بشوية. بس انا عايزة اقول لكم سر بسيط كده، العجينة دي ما بتتعجنش جامد، يعني مش بتتعجن فترة طويلة. لازم العجينة تكون ناعمة، ولازم العجينة تبقى حلوة، بس في نفس الوقت ما تتعجنش وتتلت كتير عشان العيش ما يشدش ونحس ان احنا بناكل استك كده. لا، احنا عايزين العيش يقطم ويتقطع كأنه رقاق. فمجرد بس ما العجينه تلم معايا كده وعجنها دقيقتين، خلاص كده بقى زي الفل. هبدا بقى ان انا اقسم العجينه دي على 4. شايفين يا جماعه العجينه عامله ازاي؟ والكوره على حسب حجم الرغيف اللي انت عايزاه. تمام. انا بعد ما عجنت العجينه ملمسها يكون بيلزق شويه. بعد ما عجنت العجينه وقسمتها على 4 كور هسيبها ترتاح. انا ما سبتهاش ترتاح لحد دلوقتي خالص. يبقى عملت العجين 4 كور متوسطين، وهسيب العجين بقى يرتاح لمدة نص ساعة. لازم العجينة دي ترتاح كويس جدا جدا عشان هنفردها قوي قوي. خلاص. بس اهم حاجة رش الدقيق، ما نحطش زيت. رش الدقيق يا جماعة نغلف بيه الكور كده ونغطيهم عشان وشهم ما ينشفش ويعمل قشرة، ونسيبهم لمدة نص ساعة لحد ما يبقى شكلهم بالجمال ده كده. خلاص، العجين يكون ارتاح عشان يتفرد معانا بسهولة. طيب، يبقى تاني هقول المكونات: كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقة من السكر، ربع معلقة من الملح، وهقلب المواد الجافة كويس، واعجن العجينة دي بمية فترة عادية خالص من الحنفية. مفيش مقدار للمية، على حسب نوع الدقيق. انا بضيف المية بشوية بشوية لحد ما العجينة تلم معايا. هجيب بقى اول كورة انا كورتها وابدا ان انا ارش تحتها وفوقها دقيق، ده اهم حاجة عشان العجينة ما تلزقش. وبعدين بالنشابة بقى ابدا ان انا افردها، اخلي سمكها رفيع خالص. اهم حاجة يا جماعة نخلي سمك العيش رفيع، ما ينفعش يبقى تخين. كل ما يبقى رفيع كده كل ما يبقى كريسبي وطعمه تحفة. تمام. ومش هتاخد معاكي ثانية واحدة في الفرد، يعني سهلة جدا. تمام. عايزة بقى تعملي الكمية كلها وتركنيهم جنبك عشان تسوي مرة واحدة، زي ما انت عايزة. حابة ان انت تعملي واحد بواحد براحتك برضو. خلاص. طيب، هبدأ كده ان انا انقل الرغيف اللي انا عملته، وابدأ بقى ان انا اعمل باقي الرغيفة بنفس الشكل ده. معايا بقى طاسة، حلة، محشرة، اي حاجة على النار يا جماعة، اي حاجة. خلاص. مش شرط التسوية تكون على حاجة معينة، اي حاجة عندك في البيت حطيها واشتغلي عليها. خلاص. لازم طبعا تبقى سخنة كويس جدا، وبعدين ابدأ ان انا احط عليها الرغيف. طيب هتقولي لي لو الرغيف كبير قوي زي اللي انت عاملاه كده وجاي على الاطراف، عادي جدا. لما يبدا ان العيش اللي في النص يستوي، ابدا ان انا احركه واجيب اللي على الطرف في النص عشان يستوي هو كمان زي ما انتم شايفين كده. سهل جدا وبسيط. طيب النار بتكون متوسطه، ما تكونش عاليه قوي يا جماعه عشان العيش ما يتحرقش، وما تكونش هاديه قوي عشان العيش ما ينشفش. مجرد ما العيش بس احس ان هو استوى كده ولسه مش عجين، ابدا ان انا اشيله على طول، ما سيبوش كتير على النار عشان ما ينشفش. خلاص. اسهل وابسط عيش، والطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، والنتيجه روعه. والله احلى من العيش اللي بتشتروه من المطاعم بره بكتير قوي. بنروح نشتري رغيفين وتلاتة واربعة عشان احنا نعمل سندوتشات بيه في البيت. وليه؟ هنعمله في البيت بمنتهى السهولة والبساطة، مخدش مننا اي وقت ولا اي مجهود. وهعمل بقى كل كمية العيش بنفس الشكل ده، ولازم بعد ما العيش يتشال لازم يتغطى بفوطة. انا معايا بطاطس، انا صراحة عملت بطاطس كتير، حوالي 4 5 بطاطسات كده.
قشرتهم وغسلتهم وقطعتهم صوابع وقليتهم في الزيت، بس كده، ما عملتش اي حاجه، ولا ضفت نشا على البطاطس ولا خل ولا اي حاجه من الكلام ده. وتحطي بقى اي تتبيله انت بتحبيها وبتفضليها على البطاطس. ما بتحبيش تحطي تتبيله، مفيش اي مشكله، شويه كمون عليهم شويه ملح وخلاص. انا بحب تتبيله المشاوي دي فضفتها على البطاطس، ولو عندك بهارات بطاطس حطيها. خلاص. وبعدين هبدأ ان انا افرد الرغيف الاولاني، وابدأ ان انا احط فيه البطاطس، كمية البطاطس اللي انا عايزاها، واحط عليها كيس كاتشب وكيس مايونيز. خلاص. وابدأ ان انا الف في العيش بقى سندوتش. بس كده. شفتوا اسهل ولا ابسط من كده؟ مفيش. والطعم يا جماعة والنتيجة رهيبة. هعمل بقى 3 ترغيفة، انا سبت واحد. انا عملت 3 بس. خلاص. كان على قد العدد يعني. وبعدين عشان الرغيف ياخد لون كده حلو، ببدأ ان انا احط شوية كاتشب على الوش. بصوا بقى شكله تحفة. سووا بقى في طاسة ما بتلزقش، ولو طاسة بتلزق تحطوا مسحة بسيطة من الزيت. تمام. وبعدين هبدأ ان انا بقى احمر واشوح كده العيش على الجنبين الاتنين لحد ما ياخد لون حلو، يبقى كريسبي كده، حاجة بسيطة. عشان لو في ولاد ولا حاجة ما تنشفوش قوي. ونبدأ ان احنا نقطعه كده الرغيف على 2 او 3 زي ما انتم شايفين. والله يا جماعة ريحة وطعم حاجة كده فظيعة، حاجة كده سهلة وسريعة للفطار او للعشاء، مع شوية مخلل بقى كده وهتدعولي. العيش طعمه حلو جدا جدا جدا، وسهل وسريع، احلى من الجاهز 100 مرة. سندوتش على قد بساطته على قد طعمه الجميل. جربوه يا جماعة، ومستنية رأيكم فيه. وبس كده حبايبي، الفيديو بتاعنا خلاص خلص. يا رب يكون عجبكم والطريقة تكون سهلة وبسيطة وكلكم تنفذوه وتقولوا لي ايه رأيكم فيه. واسيبكم في رعاية الله، واشوفكم على خير الفيديوهات الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير، وكل عام وحضراتكم سعداء ومرتاحين البال يا رب العالمين.